ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ النهارده بقى جبت لكم فيديو من اللي قلبك يحبه كده وبيكيفك ويكيفني انا كمان وبيكيف الشعب المصري كله. نقدر نعتبره كده من ايه؟ من اللي هو بتاع جوع بعد منتصف الليل، قاعد زهقان ما وراكش حاجه قلت تعمل حاجه تمخمخ فيها كده مع نفسك. النهارده بقى هنعمل لكم ايه يا جدعان؟ هنعمل ايه؟ هنرقص دنس يا روح امك. هنعمل فطيره محشيه من غير ما نخمرها ولا نسيبها نص ساعه ترتاح ولا مش عارف ايه. هي دقيقتين بالظبط هتريحهم وخلصت على كده. ويلا بينا نشوف المكونات. اول حاجه طبعا جبنا معانا الطبق اللي هنحط فيه المكونات بتاعتنا. بعد كده معانا كوبايه ونص من الدقيق. دي كوبايه ما تنزلش ليه يا نجم، انا خايف اتعافى عليه يروح نازل كله مره واحده. ماشي ادي كده كوبايه بس كده. يا نهار اسود بقى كده بقى ايه، كوبايه ونص من الدقيق. بعد ما حطينا كوبايه ونص من الدقيق ننزل عليهم بحوالي ربع معلقه ملح صغيره كده. حلو قوي. على احلى ربع معلقه. يلا احلى ربع يا ابني بص، اهم حاجه نقول للناس الخطوه الصح واحنا نعمل الخطوه الغلط ونهبدها وهتطلع معانا صح، عشان احنا جامدين قوي قوي. يا خوفي في الاخر تطلع غلط. وبعد ما حطينا الملح بتاعنا ننزل بقى بنص معلقه صغيره من السكر كده. هو نص معلقه صغيره من السكر، ومعانا برضو نص معلقه صغيره من الخميره. حلو قوي على كده. وبعد بقى ما نزلنا بالخميره ننزل بنص معلقه برضو من البيكنج باودر. نص معلقه من البيكنج باودر انزل كده. وبعد كده نقلب يا جماعه المكونات دي كلها كده مع بعض. وبعد ما قلبناهم كده يا جماعه ننزل بمعلقتين 3 من الزيت برضو كده اهو. انزل يا اسطى، ننزل شويه الحلوين بتوعنا دول. وبعد ما نزلنا بقى بالزيت بتاعنا هننزل بحوالي ربع كوبايه من الزبادي. ادي ربع كوبايه. حلو قوي على كده. ونقلب بقى المكونات دي كلها كويس مع بعض. وبعد بقى ما عملنا المكونات دي كلها يا جماعه هننزل بنص كوبايه ميه دافيه بس بالتدريج، ونفضل نقلب واحنا نازلين بالتدريج كده اهو. بقول لك لما تيجي انت تعملها عشان انا هزهق بسرعه هدوها مره واحده. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. انزل بالتدريج بقى يا سيدوني. ايوه بالتدريج يا برو. يا ابني بالتدريج في البتاع مش عليا انا. يعني سبحان الله، عندك بتاع هنا ممكن تنزل منها وجايب. بحبك يا اسطى. ماشي بالتدريج في البوله مش فيا انا يا اسطى. انت خايف تنزل؟ ما انت بتقول بالتدريج. ايوه ما بالتدريج بس مش قوي كده. انزل روح اقعد مكانك. انا اسف يا اسطى. هننزل بقى بالكوبايه بنص الكوبايه بالتدريج كده يا جماعه. ومش لازم تجيبوا حد يساعدكم، ممكن لوحدكم عادي جدا. نفضل نقلب بقى يا جماعه كده ايه لحد ما العجين ده كله يخش في بعض وتبدا شكلها يتكون كده وتظهر معانا. وبعد كده نخش بايدينا بقى هنعمل ايه. اهم حاجه بس ايه يكون كل حاجه معانا في مكانها مظبوط. طب تمام اوي، عظمه على عظمه يا ست. غلطة مصنعية عادي جدا يا جماعة، بتحصل لأحسن الناس فيها. وأول لما العجينة بقى تبدأ تشكل معانا نخش بقى نعجن بإيدينا كده 3 دقايق لحد ما تشكل معانا العجينة وتنعم، وحاسسها إنها هتفشل برضه. انت قلت كده برضه على البطاطس المره اللي فاتت. نفضل بقى نعجن كده. ماشي يا جماعة. وبعد قليل وقليل وقليل من مساعدة الست الوالدة أمي ثم أمي لحد آخر يوم في عمري. عشان احنا طبعا فشلنا ان احنا نعمل العجينة وصلت للشكل ده. بعد ما ارتاحت حوالي بتاع 10 دقايق ولا حاجة زودت عليها دقيق وسنة بسيطة قوي من الزيت، يعني زودت حوالي بتاع نص كوباية دقيق كمان. فدي الخطوة الوحيدة اللي اتعملت من ورا الكاميرا. ننزل بقى بيها هنا كده عشان نفردها ونقطعها. نعملها بقى كده يا جماعة. انا ما جبتش سكينة صح؟ الجيش قال لك ايه؟ صرف نفسك. نفضل نعمل كده اهو، نفرد كده سيكة. اعتقد كده هتبقى كفاية كده. حلو قوي. طبعا بما اني نسيت اجيب سكينة فاحنا ايه نصرف نفسنا ونعملها بالمقص. بس مش هعرف اعملها بالمقص. اعملها ازاي بالمقص؟ ايه الهبل ده؟ هجيب سكينة وارجع لكم تاني. ورجعنا بالسكينة نقطع بقى كده. تقطع ما تكسفنيش. ماشي نقطع كده. نجيب بقى يا جماعة واحدة واحدة بعد ما قطعناها نفردها كده اهو. نفضل نفرد كده يا جماعة بقى ايه عشان نكورها ونديها اي مساحة كده اللي احنا نفرش عليها المكونات بتاعتنا. بعد ما فردنا اول واحدة بقى ايه ننزل بالحشوة بتاعتنا. فاحنا اول واحدة هنحشيها بشوية جبنة شيدر. نحشي كده. هنعمل تشكيلة حلوة اوي. نعمل دي كده اهو، نجيب دي على دي كده ونقفل بقى. افضل دوس كده عشان ايه تقفل معاك اهو.
وبكده دي اول واحده تبقى جاهزه معانا. نعمل بقى يا جماعه الباقي بنفس الطريقه دي بالظبط، نخلص ونرجع لكم تاني. عمو الشيف هبداوي، ايوه يا قلبي هبداوي. عايزين ناكل معاك الكلام ده يا عم. يا بيبي بس كده من عينيا ليك يا صاحبي. والله العظيم ما عارف انا جبت الكلام ده منين، ومش مصدق ان انا قلته. اهم حاجه بضيض يا سيدوني. انت وانت بتعمل حاجات زي دي ما تعملهاش تفضل تلقط بقى حته لانشون من هنا، على حته جبنه من هنا، على صباع بطاطس من هنا، واخد بالك انت؟ ماشي يا جماعه. وده بقى ايه شكلهم بعد ما حشيناهم ولفيناهم وخلصنا؟ في شويه حاشينهم جبنه موتزاريلا مع اللانشون، وفي شويه حاشينهم جبنه شيدر مع اللانشون، وفي واحد لانشون ساده، وفي واحد جبنه براميلي اصلا. فانت اي نوع حشو عندك، اللي عايز يحشيها فراخ، سجق، لحمه، كله يمشي. وفي الطاسه الجميله بتاعتنا بقى يا جماعه، وهي فيها شويه زيت كده على نار يعني وسط شويه، مش هاديه اول عاليه قوي. ننزل بقى بالحاجات بتاعتنا اللي احنا عملناها دي. وبعد حوالي يا جدعان 3 دقايق بنقلبهم دلوقتي. بصوا الوش اللي اتعمل ده وش وعب. باولو ما انتش يا باولو. بعد ما سيبناها تاخد وش تحمير لمدة 3 دقايق على أول وش، وهنا 2 لازقين في بعض ملناش دعوة بيهم. يا لهوي يا لهوي، حد يلحقنا، لا حد يلحقنا يا ابني. مش عارف اوقف الموتوسيكل يا لهوي. بص يا جماعة الشكل، يعني دقيقتين بالظبط الشكل بقى عامل كده، وريحتها برضو يعني اي نعم ملهاش ريحة خالص، بس انا متفائل ان طعمها يبقى حلو. دلوقتي بقى يا جماعة احنا رجعنا بعد ما طلعناها من على الطاسة. شكلها بجد تحفة. ده شكلها بعد ما اتعملت، يعني حاجة يا جدعان من الآخر، هتاكلها وتدعيلي. دي اوف يا لهوي. بص بصوا الشكل، جبنة بتبظ منها. بصوا يا جدعان الشكل، حاجة يعني بجد من الآخر. أنا يا جماعة من كتر ما هي جامدة أنا فعلا يعني بصوا العظمة. امسك انت ظبطها بقى. ندوق واحدة باللانشون كده والجبنة، يا لهوي بتبظ يا جدعان. ده مزاج يا عمو. هي دي أحلى حشوة دي. طعمها رهيب بجد يا جدعان تحفة، لازم تجربوها. دي محشية لانشون وجبنة براميلي. دي اللي قلت عليها في الاول ان هي هتفشل، هي كانت هتفشل مننا. حصل. وبكده يا جماعه فيديو الفطار المحشيه بتاعنا النهارده يكون خلص. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس، ولو انت بتتفرج من على التيك توك ما تنساش تعمل الفولو. ولو عندك اي افتكاسات جديده او هبدات او اي تجارب عايز تجربها وخايف تولع في نفسك وفي بيتك كالعاده، تعالى قول لي في الكومنتس تحت وانا هولع في نفسي وفي بيتي وفي الاخر فوتوغرافر عشانك. فاشوفكم الفيديو الجاي، سلام.